السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو هيكون مختلف شوية، هنتكلم عن المحمية اللي عملناها فوق السطح، وعايزكم تتابعوا معايا الفيديو للآخر عشان محضر لكم مفاجأة جميلة جدا في آخر الفيديو. النهاردة هدخل المحمية من جوه وهنصور كل حاجة فيها، وهنعمل كل حاجة مع بعض، من أول تنظيف المكان لحد ما نغير الأكل والمية لكل نوع موجود في المكان. ولكن الأول خلوني أوريكم شكل المكان بعد ما استقروا. الأرانب بقت بتحب الجحر اللي عملناه جدا، وبقى مصدر أمان ليها، بتجري وتستخبى فيه أول ما تخاف من أي حاجة. العصافير بدأت تتأقلم، وكمان بقت بتنزل الأرض وتاكل وتتمشى فيها. واليمام الإمري صوته بقى مالي المكان، وحتى السلاحف ماشية ببطء لكن بتتحرك في كل حتة. كمان الكتاكيت الفيومي مدية روح مصرية أصيلة للمكان. وقبل ما نبدأ تنظيف أو تغيير الأكل والمية هجاوبكم على التعليقات اللي قلتوها على الفيديو اللي فات. أول تعليق كان متكرر في كذا كومنت بكذا صيغة، إننا نعمل باب تاني على باب المحمية، أو نركب سوستة على الباب عشان يقفل تلقائي، أو حتى نركب ستارة شبك على الباب عشان تمنع العصافير من الهروب. وفعلا كلامكم كان صح. تاني يوم صورنا الفيديو وعبد الله نزل من عند العصافير ونسي الباب مفتوح، وعصافير الزبرة كلها هربت، وكمان معاهم 3 عصافير استرالي. فالحمد لله على كل حال، وقدر الله وما شاء فعل، وان شاء الله هنحل المشكلة دي في اقرب وقت. تاني كومنت كان بيسأل ازاي بتنضفوا الرملة من الفضلات بتاع الانواع دي كلها، وهنا بقى هجاوبكم بطريقة عملية. يلا بينا نشوف مع بعض. جماعة الأداة دي بصراحة اختراع جدا، يعني حلال فيها الفلوس بصراحة. هي دي بتاع تنظيف للقطط، تمام؟ جبناها احنا للمحمية عشان ننظف بيها الأرض، فتعالوا معانا نشوف بتستخدم ازاي. تعالى. زي ما انتم شايفين هنا الأرض كلها بذل بتاع أرانب، تمام؟ فأنا هاخد بالجاروف ده كده، تمام؟ زي ما انتم شايفين كده. هي بتوفر عليها وقت في ان انا بدل ما اقعد كل فتره اغير الرمله كلها واشيل واطلع الرمله، لا انا بنضف الرمله وهي لسه في مكانها، بدل ما اقعد اشيل الرمله واغيرها. وحتى الرمله لما تتوزع يعني بنقلها في مكانها، فالقضيه ما بتبانش. اي بقى حصى، اي حجاره كبيره بشيلها معايا في الطريق. تاني كومنت كان متكرر كتير جدا، هو اننا لازم نخرج الارنب من المكان لانه هيدمر المحمية لاسباب كتير جدا. اول حاجة هياكل الخشب وهيصطاد العصافير وهيسبب امراض وفيروسات للعصافير مش هتستحملها، ده غير ان الارنب نفسه هيقطع بعضه خناق طول اليوم. طيب يا جماعة، زي ما انتم شايفين او زي ما كنتوا شايفين، الارنب راقد مبسوط جنب جحره، والعصافير على الارض مش خايفة منه، ومفيش اي مشاكل بينهم. وكمان ده مش ارنب بلدي، ده سلالة، يعني مش بيهري كتير ومش بيتخانق، وبياخد تحصيناته باستمرار ومفيهوش اي امراض وزي الفل. وبعد ما خلصنا تنظيف يلا بينا نبدأ نحط اكل للعصافير. بالنسبه بقى للاكل بتاع العصافير، فالعصافير بتاكل 3 انواع اكل: بيلكم وفلارس ودنيبه. النسب بتاعتهم بتختلف سواء كان في الصيف او في الشتاء. في الشتاء طبعا بنزود البيلكم علشان يرفع درجه حراره الجسم الطائر فما يبردش. اما في الصيف بنقلل البيلكم، بنزود الفلارس والدنيبه علشان ما يليسش ويتقل، تمام؟ طبعا الحبوب دي كلها عامله زي اللب، تمام؟ بتتقشر وبياكلوا اللي جواها، فالباقي كده قشر. فانا لو جبت صور هنا وصور هنا، اللي هيشوف كده هيقول لك ده الطبق مليان اكل، تمام؟ الطبق مليان اكل، لكن ده كله قشر. انا باجي انضف ازاي؟ بعمل كده وبنفخ.
طبعا اللي جه في الاخر زي ما انت شايف كده، صور الطبق هتلاقي بقى ايه الحصى والقشر، فاحنا بنكب ده خلاص كده الطبق فاضي. هنبدا ان احنا نملاه. تعال بنملى تلت الطبق او نص الطبق ونسيبه نص الطبق التاني فاضي. شوف زي ما انت شايف كده الحبوب هنا. صور لي بقى الطبق التاني كده، شايف الفرق ده من ده؟ هتعرف ان ده كان قش، ولكن اي حد هيربي هيقول لك ايه ده الطبق ده مليان لكن ده فاضي. تمام، هنرجعه مكانه ونعمل كده في باقي الاطباق. ماشي كده مالينا اكل للعصافير كلها. تمام، ندخل بقى على تغيير الميه. برفع تمام، دي سقايه اهي بقلبها كده. تمام، اتفضل. تمام، كوبايه معانا كده كويس. طبعا المفروض ان الميه دي بتتغير كل يوم تقريبا، يعني المفروض ان انا ما استناش عليها اكتر من يوم. تمام، هنغير التانية. صور تاني. وبعد ما خلصنا تغيير الاكل والميه للعصافير جه وقت الارنب. دلوقتي نحط علف الارنب. الارنب السوري بياكل الكبير او الذكر بياكل من 150 جرام في اليوم. طبعا ممكن اخليها على وجبه واحده او على وجبتين. لو هتاكل على وجبتين يبقى 75 جرام الصبح و75 جرام بالليل. ونفس النظام في النتي الشغاله لو مش حامل او مش بترضع. تمام، طبعا اللي بترضع او الحامل ما ينفعش تجوع ولا تعطش، الاكل يبقى قدامها 24 ساعه والميه قدامها نفس النظام. طبعا بنحط ميه في الفخار للارنب والكتاكيت، والعصافير برضو ممكن تنزل تشرب منها سواء كان اليمام او الميه. طبعا بنغسل الفخار كويس جدا، مع العلم ان الفخار بيجمع بكتيريا نافعه جواه، ودي بتفيد طبعا لصحه الطير والحيوان. ولكن طبعا ما ينفعش ان احنا نسيبه من غير ما يتغسل كل يوم، فاحنا بنشطفه عشان لو جمع اي تراب ولا اي طينه عشان ايه ما يتحولش البكتيريا النافعه اللي جواه لبكتيريا ضاره. فبعد ما بنغسله كويس جدا بنبدا ان احنا ايه زي ما شايفين يبقى كويس كده، نروح معبيين ايه ميه جديده ونحطه في مكانه تاني. بس السلحفتين دول يعني مفرقين جدا، وخصوصا السلحفه دي كل شويه نجيبها من عند الجحر بتاع الارانب، فاحنا بنجمعهم جنب بعض عشان نحط لهم جرجير. تمام، ونحط لهم جرجير جنبهم كده. ممكن نسيبهم على اول الطبق وهم ايه هيتعاملوا مع نفسهم، بس هيبدأوا بقى يطلعوا وياكلوا الجرجير. وزي ما انتم شايفين كده السلحفاه سابت الاكل ورايحه برضه عند الجحر بتاع الارنب، يعني انا مش عارف اعمل معاها ايه بصراحه. بالنسبه للناس اللي كانت سايبه كومنت بتقول خرج الكتاكيت من المحميه عشان هتبهدلها وهتملاها حمام،
عايز اقول لكم ان وجود الكتاكيت في المكان طلع مصلحة كبيرة جدا، لان زي ما انتم شايفين كده دورهم في المكان عامل زي المكنسة، بينظفوا اي بقايا اكل بتقع في الارض، وكمان حماية ليهم من الغربان اللي كانت بتخطفهم من على السطح لانه كان مكشوف. وكمان مجرد ما يكبروا شوية هنبدأ نخرجهم من المكان ونشوف حاجة صغيرة مكانهم. وبكده نكون خلصنا التنظيف وتغيير الاكل والشرب داخل المحمية، والروتين ده بنعمله كل يوم. طبعا لسه هنضيف طيور وحيوانات ومستلزمات كتير داخل المحمية، فتابعوا معانا. تعالوا بقى اوريكم المفاجأة اللي قلت لكم عليها اول الفيديو. البطة اللي كانت بايضة عند عبد الله من فترة البيض بتاعها فقس، وده أول فرخ منها، ولسه مستنيين باقي البيض يفقس. والموضوع مش هيقف هنا، احنا قررنا نعمل لهم محمية صغيرة خاصة بيهم تحميهم من أي مفترسات زي الغربان والفيران والقطط، وكمان هيكون فيها حوض سباحة كبير عشان يقدروا يعوموا ويستمتعوا براحتهم. استنوا الفيديو الجاي عشان تشوفوا تفاصيل المحمية الجديدة بتاعت البط واللي جاي أحلى.